السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتكلم النهاردة عن مرض اسمه اللوكيميا، أو ما يعرف بسرطان الدم. يعني إيه سرطان الدم؟ هو مبدئيا الاسم نفسه اللي هو كلمة سرطان الدم ده حاجة، يعني الناس فاهمها غلط. كلمة سرطان الدم في ناس مفكرة إن السرطان اللي هو ورم، وورم حاجة دايما بتبقى ظاهرة وحاجة كبيرة يبقى ده اسمه ورم. لا، هو في الحقيقة إن اللوكيميا أو سرطان الدم ده ورم، بس مش ماس، نوت ماس. ده نوع بنسميه circulating tumor. يعني ايه circulating tumor؟ يعني تيومر عبارة عن خلايا ماشية في الدم. طب ليه سميناه تيومر؟ لانه بينفلتريت وبيروح للجسم كله، يقدر ينفلتريت اي اورجان في الجسم، عشان كده اطلقنا عليه كلمة تيومر. لو احنا عايزين نفهم سرطان الدم لازم نفهم الاول هو الدم ده بيتكون ازاي اصلا. الدم ده بيتكون من حاجة في جسمنا اسمها نخاع العظم. ايه نخاع العظم ده؟ كلمة نخاع يعني الحاجة اللي جوه العظمة اسمها نخاع العظم. تمام، هو بيسموها الايه، البهاريز، هي البهاريز بتاعة العظم. تمام. نخاع العظم ده عبارة عن خلايا، نوع من الخلايا او نوع من الأنسجة اسمه ريتيكولو اندوثيليال سيستم. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا غير متميزة. يعني ايه خلايا غير متميزة؟ يعني خلية مش نوع معين، يعني مش مثلا من خلية عصبية، مش خلية معدة، مش خلية مثلا مخ، واخد بالك؟ مش خلية قلب. في نوع من الخلايا بينشأ من الخلية اللي هي الغير متميزة دي، اللي هي ما يطلق عليها الستيم سيلز. في نوع من الخلايا بينشأ منها اسمه بلوري بوتنت سيلز. يعني ايه بلوري بوتنت سيلز؟ اللي هي خلايا عندها قدرة كبيرة جدا انها تتميز لأي نوع من الخلايا. يعني خلايا لو انت حطيتها في ظروف معينة وبجروث فاكتورز معينة هتتحول لنوع معين من الخلايا. فاحنا عندنا 3 lines of blood، يعني في عندنا في الدم بتاعنا 3 انواع رئيسية من الخلايا. اول نوع من الخلايا اللي هو الريد بلاد سيلز. ايه ريد بلاد سيلز؟ اللي هي خلايا الدم الحمراء. تاني نوع من الخلايا اللي هي الوايت بلاد سيلز، اللي هي خلايا الدم البيضاء. تالت نوع من الخلايا اللي هي البليتلتس، وهي في الحقيقة البليتلتس اللي هي الصفائح اللي موجودة في الدم دي مش خلايا، دي بقايا من الخلية. يعني هي كان أصلها حاجة اسمها ميجا كاريوسايتس، بس في الآخر بقت اسمها بليتلتس. ده جزء من الإيه؟ من الخلية. دي الخطوات اللي احنا قلنا عليها في تكوين الدم. تبدأ بحاجة اسمها بلوري بوتنت ستيم سيلز، بعد كده يوني بوتنت ستيم سيلز. هي بلوري بوتنت يعني لها القدرة على كذا حاجة، يعني تقدر تتميز لكذا حاجة. اليوني بوتنت سيلز لا، تقدر يعني تقدر تتميز لنوع معين من الخلايا، سواء ار بي سيز، سواء وايت بي سيز، سواء بليتلتس. بريكيرسور سيل دي اللي هي الخلية ما قبل الخلية النهائية. الماتيور سيلز دي الماتيور اللي بتبقى، اللي المفروض النوع الماتيور سيلز دي هي اللي توصل للدم. يعني لو اي خطوة قبلها وصلت للدم تبقى مشكلة. لما نبص مثلا ازاي بتتكون خلايا الدم الحمراء، بتبدأ بحاجة اسمها بلوري بوتنت ستيم سيل. ستيم سيل اللي هي خلايا غير متميزة، يعني خلايا تقدر تعمل أي حاجة. بلوري بوتنت، بلوري كلمة بلوري يعني متعددة، يعني متعددة القدرة، يعني لها القدرة إنها تعمل أي حاجة. مع نوع معين من الجروث فاكتورز بتتحول لحاجة اسمها يوني بوتنت ستيم سيلز. ايه هي اليوني بوتنت ستيم سيلز؟ اليوني بوتنت يعني هي تقدر تكون نوع معين من الخلايا، نوع واحد من الخلايا، يوني. تمام. عن طريق حاجة اسمها كولوني فورموليتنج يونت اريثروسايت. دي الحاجة اللي هتكون بعد كده خلايا الدم الحمراء. بعد كده بتتحول لحاجة اسمها برو اريثروبلاست، يعني ما قبل الاريثروبلاست. بعد كده بيزوفيليك اريثروبلاست، بعد كده بولي كروماتيك اريثروبلاست، بعد كده حاجه اسمها اورثو كروماتيك اريثروبلاست. كل دي خطوات اسمها البريكيرسور سيلز. دي اللي هي بتبقى موجوده في البون مارو مش في الدم. يعني كل الحاجات دي موجوده في ايه؟ في البون مارو مش في الدم. بعد كده بتتحول لريتيكولوسايتس. الريتيكولوسايتس دي بتوصل للدم. والاريثروسايتس او الماتيور اربسيز اللي هي خلايا الدم الحمراء، خلاص الماتيور الناضجه اللي بتوصل للسيركيوليشن. وكذلك برضو الكلام ده موجود في الوايت بلاد سيلز. برضو كان بيبقى فيه حاجه اسمها بلوري بوتنت سيلز بتحول لحاجه اسمها كولوني فورموليتنج يونت جي اللي هي جرانيولوسايتس. بتتحول بعد كده حاجه اسمها مايلو بلاست، برو مايلو بلاست، مايلوسايت، وفي الاخر جرانيولوسايت. تمام. دي اللي هي عملية الجرانيولوسيتوزيس، يعني بتتحول في الآخر للبوليمورف نيوكلير سيلز أو الخلايا البلعمية.
نفس الكلام برضو مع تكوين الصفائح، نفس القصة، بتبدأ بحاجة اسمها بلوري بوتنت سيل، كلهم بيبدأوا بكده بالبلوري بوتنت سيلز. بعد كده بتتميز لحاجة اسمها يوني بوتنت، اللي هي اسمها ايه؟ كولوني فورميوليتنج يونت ميجا. الميجا دي يعني ميجا كاروسايت، يعني خلية كبيرة، اللي هي الخلية اللي ما قبل الصفائح الدموية. بعد كده ميجا كاريوبلاست وميجا كاروسايت، وفي الآخر بليتلتس. ايه هي بقى اللوكيميا؟ اللوكيميا دي عبارة عن malignant proliferation of white disease في السيركيوليشن. طيب هل الوايت بيسيس دي تقدر تقوم بالوظيفة الكاملة؟ لا، لأنها immature white disease. طيب ليه سميناها تيومر او ليه سميناها لوكيميا؟ طب ما ممكن الوايت بيسيس دي تزيد نتيجة انفكشن، نتيجة اي حاجة، نتيجة اي مرض مناعي. لا، سميناها هنا لانها بتعمل انفلتريشن للتيشوز. لما تعمل انفلتريشن للتيشوز كده بتبقى شبه الورم، وهي فعلا شبه الورم بالظبط. الانفلتريشن بيحصل بواسطة خلايا immature، مش بواسطة ميتاستاسيس، لان عارفين ان التيومر لما بينتشر للجسم بينتشر عن طريق حاجه اسمها الميتس، او بتبقى اجزاء من التيومر بتطلع من التيومر وتروح للسيركيوليشن لا يعضو في الجسم. تمام. لا هنا بقى الليوكيميا لا، بتبقى انفلتريشن باي سيلز، حتى عشان كده بنسميه سيركيولاتوري تيومر. عندنا نوعين من اللوكيميا، نوعين اساسيين بيتقسم تحتهم نوعين تانيين، يعني هما في الاخر بيبقوا 4 انواع. النوعين، نوع اسمه مايلويد لوكيميا، ونوع تاني اسمه ليمفويد او ليمفوبلاستيك لوكيميا. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الوايت بيسيز مش كلها زي بعضها، احنا عندنا انواع الوايت بيسيز كتير اللي هي خلايا الدم البيضاء. عندنا انواع اللي هي البوليمورف نيوكلير اللي هي الخلايا البلعميه، في نوع تاني ليمفوسايتس اللي هي التي سيلز والبي سيلز والناتشرال كيلر سيلز. في نوع تالت اللي هو بقى الخلايا اللي هي بتبقى فيها جرانيولز، عشان كده سموها جرانيولوسايتس، اللي هي زي مثلا البيزوفيلز، الايزينوفيل، النيوتروفيلز. دي خلايا بيبقى فيها جرانيولز او جرانيولوسايتس. يبقى دي اللي هو الجرانيولوسايتس دي بقى بنحطها في كاتيجوري المايلويد، اللي هو كاتيجوري المايلويد لوكيميا. الليمفوسايتس اللي هي البي سيلز والتي سيلز بنحطها في كاتيجوري الليمفويد. طيب قسموها لايه بقى؟ قسموها الاكيوت وكرونيك. يبقى اكيوت ليمفوبلاستيك او اكيوت مايلو بلاستيك. وفي نوع تاني اللي هو كرونيك مايلويد وكرونيك ليمفويد. يبقى في عندنا نوعين، نوع نقسمها التقسيمه اللي احنا عايزينها، هم 4 انواع، في اكيوت وفي كرونيك. الاكيوت مايلو بلاستيك، اكيوت ليمفوبلاستيك، كرونيك مايلويد، وكرونيك ليمفويد زي ما احنا عارفين. بكل بساطة ايه الفرق ما بين الاكيوت والكرونيك؟ الاكيوت ده اللي هو الاماتيور سيلز دي بتجش مرة واحدة في الدم وبتبقى كتير في الدم في صيغة اسمها البلاستس. في حاجة اسمها مايلو بلاستس وفي حاجة اسمها ليمفو بلاستس، دي ما قبل الليمفوسايتس وما قبل المايلوسايتس. الخلايا دي بتنتشر في الدم. الحاجة دي بيسموها اكيوت لوكيميا، لوكيميا حادة. تمام. النوع الكرونيك بقى لا، الخلايا الاماتيور موجودة في الدم عادي، بس في خلايا سليمة بتكمبنسيت الفانكشن. تمام. يبقى هي دي الفكرة اصلا في موضوع اللوكيميا كله. الاكيوت بيبقى فيه بلاستات كتير في الدم لدرجة انها زيادة اصلا عن الخلايا السليمة اللي تقدر تقوم بالوظيفة. انما الكرونيك لا، ما بيبقاش فيه بلاستات، بيبقى فيه خلايا اماتيور بس بنسبة موازنة او بنسبة، يعني في توازن ما بين الخلايا السليمة والخلايا اللي هي الاماتيور دي. عشان كده بيبقى الانيميا بتبقى مايلد، الثرومبوسايتوبينيا برضو بتبقى هادية شوية، المناعة برضو ما بتبقاش واقعة قوي. تمام.